اللي حصل لمحمد سعد؟ ايه اللي حصل لمحمد هنيدي؟ ايه لاحمد حلمي؟ ايه اللي حصل لاي حد خلقه ربنا؟ سلاسل حلقات اتعملت في جميع انحاء اليوتيوب وكلهم عن كوميديات ضحكنا على افلامهم القديمه ولاحظنا مدى ضعفهم في افلامهم الجديده والخ الخ. بس محدش جاب سيره ايه اللي حصل للكوميديا في السينما المصريه. اللي حصل وبكل بساطه وهنرجع له في نهايه الحلقه هي جمله صغيره جدا هتشرح لك اللي انا عايز اقوله لعمنا صلاح جاهين. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك بليات شقال ايه بس فايده فنوني، وثلاث وقع مساحيق بيلونوني، والطبل والزمر وكتر الجعير اذا كان جنون زبوني زاد عن جنوني وعجبي. ولا مش هقول لك بقى كلام البرامج بتاع اصل الورق مش اصل الاخراج مش يعني ايه ورق ويعني ايه اخراج. هل دول فعلا اللي وقعوا الكوميديا بجد؟ طب ما الكتاب والمخرجين دول عايشين حياتنا وشايفين دنيتنا، ايه اللي خلاهم ما يكتبوش وما ينتجوش حاجه النهارده تضاهي الكوميديا بتاعت اليومين دول؟ يعني معقوله هيعقل البلد اللي صناعها عملوا فيلم الناظر وفيلم ثقافي وعبود على الحدود وصعيدي في الجامعه الامريكيه والليمبي والخ وبيموتونا من الضحك لحد النهارده، عاجزين النهارده ان هم يعملوا فيلم كوميدي يوحد ربنا ونشوف الفيلم ده مره واثنين وثلاثه؟ طب يعني اشمعنى بنرجع للقديم دايما في عاداتنا الحلوه؟ يعني مثلا هو الناس اتغيرت ولا كان زمان دمنا خفيف وبنعرف ننكت ودلوقتي دمنا تقل وبقى يلطش؟ ما اكيد لا، اكيد في سبب. ده احنا بنعرف حتى نجيب الكوميديا من اضيق الظروف، مفيش قاعده لينا على القهوه واي مكان مش هتخلى من الكوميديا. طب ليه بقى القعدات دي مش بتترجم لافلام وتوثق القعدات اللي قعدناها دي؟ ده احنا عدى علينا حروب زمان ووعكات اقتصاديه وانفتاح وتعويمات وظروف متلتله ما يعلم بيها الا ربنا، بس لسه الضحك على وشنا وبنعرف نجيب النكته من بق الاسد. طب هو ايه اللي حصل للكوميديا في مصر تحديدا في السينما مش في الدراما؟ اصل هقول لك ليه. يعني كابتن فاروق جعفر الله يمسيه بالخير ليه مقوله حلوه قوي كده، بيقول لك دايما الدولي غير الدوري. يعني اللاعب الجامد في الدوري ومكسر الدنيا ومقطع السمكه وديلها مش بالضروره يلعب منتخب مصر ويكون متالق. نفس الذات نفس في السينما والدراما. كوميديا السينما تختلف كتير عن كوميديا الدراما. يعني في كوميديا المسلسلات اهو انت يعني ممكن تستحمل حلقه حلقتين عشان استراكشر او بنى شخصيات واحداث المسلسل تعرفك انت داخل على ايه ومين بالظبط بيتكلم ازاي. يعني لو بتشوف مثلا اللعبه فانت كان لازم لك حلقتين ثلاثه عشان تستوعب علاقه ايسو وويسو الملزقه دي وتستأنس التلزيق ده وتصدق التلزيق ده طول السيزونز بتوع المسلسل، لا وكمان تضحك عليه بعد كده، لا وكمان فيها مكركه. يعني ممكن تكارك وتستحمل سيزون او حلقات واقعه زي الموسم الثالث مثلا وتستحمل عشان حبيت الشخصيات واللعب، فالصناع بيعملوا لك حاجه ترضي مقامك والكوميديا اللي انت مستنيها مثلا في السيزون الرابع. انما مثلا نفس البطلين شيكو وهشام في السينما بقى في فيلم تاني زي قلب امه، فانت مفيش وقت اصلا انك تقعدني وتشرح لي دوافع الشخصيات وازاي بيتعاملوا في حياتهم. انا جاي دافع لك تيكت ب 100 جنيه عشان تضحكني في وقت بسيط جدا، ساعه ونص ساعتين، يا هتضحكني وهعلي المايك واعمل لايك وادي لك الاضحكني والاعجبني والاحببته وارفعك 7 سما او انزلك 7 ارض. فمن هنا مثلا لازم تكون كتابه القصه واخده رتم اسرع واشوف يا دوب الشخص قصاد عيني كده اعرف هو هيطلع لي كوميديا ازاي من اي موقف هو هيبقى فيه من الزاويه بتاعته. فاول ما انت شفت هشام ماجد فانت عارف انه مغلوب على امره وبنسبه كبيره مش موهوب في الحياه وعنده سوشيال انكزايتي بس اهو بيحاول. وشخصيه مجدي تختوخ مع اول مشهد فانت بتشوف الشخصيه عليها لمه كبيره بس هي من جواها شخص على الله حكايته. فمن هنا مثلا الفيلم ده يعلق معاك ويعيش معاك، لان حتى الافلام اللي عجبتنا اخر كام سنه هي افلام سهله ممتنعه. يعني الكوميديا دي هي اصعب اسهل حاجه ممكن تعملها في نفس الوقت، يعني سهولتها في صعوبتها. عشان برضو محدش يفتكر من كلامي او مغزى الحلقه اني بقول ان عدد اعمالنا الكوميديه اخر 10 سنين صفر، استحاله يا معلم. وممكن كلامي كله يبقى غلط وتبقى انت مستأنس وبتعيد مشاهد افلام اخر 10 سنين وبتضحك كمان على افلام بيومي فؤاد اللي بتتعرض في الخليج. حقك طبعا، لان الكوميديا مش حكر، واللي بيضحكني ويمتعني مش بالضروره يقلبك من الكرسي اللي انت قاعد عليه من الضحك. بس انا هدخل جواك كده واقرا افكارك واقول معاك ان ما ضحككش فيلم اخر 10 سنين او شقلبك من مكانك الا تحديدا كام فيلم يتعدوا على صوابع الايد الواحده مش الاثنين. يعني هقولهم لك اهو: قلب امه، حمله فريزر، بنك الحظ، والحرب العالميه الثالثه، بس كده. وكمان هقول لك معلومه بسيطه بديهيه جدا بس والله لازم تتقال: الكوميديا هي ايه؟ فعل انساني حصل فضحكك وقايم على السخريه من احداث بنعيشها، ليه علاقه بقى بسياسه بظروف اجتماعيه بايا كان، وهي والاكشن اكتر حاجه بتتجدد مع الوقت. يعني مشاهد الاكشن بتاعت قهاوي افلام الابيض واسود المشاهد مش هينفع يعيشها دلوقتي ويصدقها. كذلك كوميديا اسماعيل ياسين واللي ابهرت الناس وقتها كانت نفس السبب انه يقع بعدها، انه ما جددش من نفسه والى اخره. بس احنا لحد النهارده في كام فيلم كده في الالفينات والتسعينات هم دول واجهتنا واللي بنحب نعيدهم، لان يا اما ما ملاش عينينا حاجات بعدها ضحكتنا او عشان هي فعلا عايشه معانا لحد النهارده وظروف كوميديا المواقف اللي حصلت في الافلام دي هي نفس الظروف اللي بتحصل معانا النهارده. وبعد ما انا ما دخلت جواك اكيد انت قلت لنفسك وانت قاعد في قعده حلوه كده: مفيش افلام كوميديه عدنا مشاهدتها اتعملت اخر 10 15 سنه، مش كده برضو؟ واغلب الافلام اللي بتشقلبنا من الضحك هي افلام عدى عليها 20 سنه زي فول الصين العظيم او الناظر او الليمبي او غبي منه فيه، او ده بقى اللي هرغي معاك فيه. فتسمع عن اثر الفراشه اللي هو حدث حصل في وقت ما زي حارس غانا اللي بيعمل ايرور 404 وهو بيصد الكره من لاعب موزمبيق، فالكره تترجم
تترجم لكورنر، فالكورنر يجي وبعدها بدقيقة موزمبيق تتعادل فتخلي مصر تتأهل لدور ال16. يعني حدث حصل في ماتش واحد بس خلى الشعب الغاني يروح زعلان والشعب المصري يبقى فرحان ومزقطط رغم عدم اقتناعه بأداء اللعيبة اصلا. هو ده اثر الفراشة، حاجة تحس ان مداها وتأثيرها مش في الحسبان اصلا بس تشقلب قوانين اللعب رأسا على عقب. وده اللي حصل في الكوميديا في مصر. كل الناس بتقول ان مفيش ولا فيلم كوميدي حصل من ايام ثورة يناير. يا جماعة معاكم حق، ثورة يناير هي السبب ان الكوميديا في مصر دمها يتقل قوي كده. وده اللي هاخد فيه منك شوية دقايق اقول لك ازاي الكوميكس اللي حصلت بعد ثورة يناير اثرت في المتلقي، واللي بيعمل كوميكس كمان فصناع السينما دمهم يتقل، او عشان نكون بنتكلم بوضوح افلامنا يبقى دمها تقيل. طب ازاي يعني تقول ان احنا دمنا تقل؟ يتقطع لساني لو قلت ان دمنا تقل. ده بالعكس، ده احنا دمنا خف 1000 مرة ضعف تقريبا من بعد ثورة يناير، وهو ده اللي خلى الافلام جودتها تقل من ناحية الكوميديا. معلش انا دخلت عليكم فجأة كده. ازيكم يا جماعة؟ كل سنة وانتم طيبين، مسلمين ومسيحيين، مسلم ومقدس بمناسبة شهر رمضان وبمناسبة الصوم الكبير. كل سنة وانتم طيبين، نفر ما عدا 2 سواقين الميكروباصات وعساكر عنبر الحملة، عشان دول اساسا بيبتلوا عروقهم وبيذهب ظبائهم بعد اذان الظهر مش بعد اذان المغرب زينا كده. المهم مش عايز ادوشك كتير، ده السيت اب المتواضع بتاعنا، وقريب هنعمل فورمات كده 70-30، يعني هظهر معاكم كده بنسبة 30%، وباقي الوقت في الحلقات هيبقى افلام ومشاهد من الافلام عادي جدا. هكون بس معاك في وقت بسيط جدا على الكرسي الخيرزاني بتاع القهوة ده. لو سألتني احنا ليه جايبين كرسي القهوة ده، عشان اغلب الكومنتات بتاعتكم الناس دايما بتكتب لي كأنك صاحبنا بتكلمنا في الافلام بس احنا قاعدين على القهوة، فتمام ليه لا، كأننا قاعدين على القهوة، يلا بينا. وده الجيتار المتواضع بتاعنا ان شاء الله هنستخدمه في حلقة حميد الشاعري اللي انا اصلا مش عارف هي هتظهر امتى للنور. فنرجع بقى لقصتنا وما تقلقش، همشي ومش هطول عليك. ازاي ثورة يناير كانت هي اصلا الفراشة اللي خلت افلامنا دمها يتقل؟ بص يا سيدي، القصه مالهاش علاقه لا بالسينما ولا بالافلام ولا بالدراما ولا حتى باي كاميرا بتصور لك فيلم وتقول لك تعالى اتفرج عليه. القصه كلها فيك انت. الكوميديا عموما او اي حاجه بتسبب لنا كريزه ضحك ما هي الا موقف اتكتب على شويه ورق من خلال مؤلف وسيناريست عاشوا احداث معينه، فجي مخرج ترجم لك الورق ده لفيلم انت بتشوفه وممكن يمتد معاك لجميع العصور. طب ما احنا عارفين الكلمات دي، يعني انت مثلا جبت لنا تايهه؟ لا يا سيدي، لا تايهه ولا حاجه. القصه كلها ان قبل الثوره كانوا الصناع دول عايشين حياتنا وقاعدين على نفس قهواتنا، بس بشكل او باخر ربنا كتب لهم رزق ان هم يترجموا لك قصتك لشويه افلام بتعيش وهتعيش معاك طول ما هي كوميديتها حلوه ودمها خفيف، زي الافلام اللي قلنا عليها من شويه. تيجي بقى الثوره ويكتشف المواطن الاسمر الانترنت. قبلها كان في ياهو بنبظ طول الوقت لبعض ومفيش اي مشكله، وجروبات كده محندقه على الفيسبوك وقتها، وكنا بنبعت لبعض شويه حاجات تضحك، يعني حاجات ما كانتش تضحك اي حد اساسا. يجي يوم 25 يناير اللي مصر كلها الانترنت قطع فيها الاسباب معلومه طبعا، ونلاقي مواقع الاخبار تحكي لنا شباب الانترنت، ثوره الانترنت، الفيسبوك. وقتها كل المصريين تقريبا وصلوا وصلات انترنت من عند عم حنش اللي على اول الشارع، اما راحوا السايبر يكتشفوا ايه الاختراع الجديد اللي نقل الدنيا رأسا على عقب ده. ووقتها الفيسبوك بيضم عدد اكبر من المصريين، وهنا بتبتدي نقله الكوميديا. اصل ايه هي الكوميديا؟ في كوميديا سودة يعني بتضحكك على احزانك وفي الاخر انت بتبقى مرضي منها عادي مفيش اي مشكله، وفي كوميديا فرص اللي هي قايمه على الهزل لمجرد الهزل مش اكتر، وفي بقى كوميديا موقف ان انت بتجيب موقف حقيقي فعلا بس كان ليه رسمه واستراكشر كده معمول يخليك تضحك من شخصيات حقيقيه. يظهر خطاب التنحي القصري لحسني مبارك وبيبرق الراجل اللي واقف ورا عمر سليمان وقت الخطاب تبريئه عجيبه كده، فالمصريين يعملوا ايه؟ يتريقوا على بصيته وتبرئته ويعملوا لك بيج اسمها الراجل اللي واقف ورا عمر سليمان. طب ليه يا ابني عملت كده؟ مش عارف، هو المشهد عجبني وعملت عليه بيج وخلاص. لا ومش بس كده، ده الموضوع بيتطور وواحد بيكتشف فريم في غياهب الانترنت ما تفهمش اصلا هو جابه منين لكارلوس بيول وهو قاعد وطفل قاعد وراه وسمى لك الولد اللي قاعد ورا بيول، يعني بس هو بيج اتعملت عن الولد اللي قاعد ورا بيول مش اكتر، وبتنزل فيها كوميكس مالهاش علاقه لا بيول ولا بالطفل اللي قاعد وراه اساسا. اهي كل الكوميديات دي بقى اتضربوا في الخلاط وطلعوا في الاخر من المصريين اللي قاعدين على الانترنت عملوا ضحك لاجل الضحك مش اكتر، لا وضحك مليان حريه كمان، يعني ضحك قايم من مواقف احنا بنعيشها فعلا، سياسيه بقى اجتماعيه ايا كان. حتى في الحملات الانتخابيه وقتها كان في مساخر في الكوميكس، تظهر صفحه اسمها اسحبي ساركازم سوسايتي، والله العظيم 3 المصريين ما كانوش يعرفوا باقي الجمله اصلا، هو بس كلمه اسحبي، وكوميكس معموله ببرنامج رسام على اسحبي وصاحبته اداره. مين هي اداره؟ مين هو اسحبي؟ احنا مش عارفين بس احنا بنضحك وخلاص. انا عارف انك عطلت مني شويه وهتقول في سرك وانا سامعك اهو، هو في ايه؟ انت جاي تشرح لي كيف بدات الكوميكس؟ ما عيب بقى، قلت لك ده هيأثر فيك وفي السينما من شويه. وغير كده بقى المواطنين السمر دول بيقفوا على اي حاجه، يحط لك مثلا صوره كريستيانو ويقول لك ايه، اروح ادور على نفسي، حاجه معموله لسه بجنيه، بس الناس لما اكتشفوها خلقت لهم ابعاد للكوميديا تانية ما كانوش يعرفوها قبل كده. يعني زيك زي اول واحد مثلا اكتشف الميه، اكتشف النور، اكتشف الكهرباء، اكتشف ان في حاجه ممكن توديه من مكان لمكان تاني. اضحك عيش، انت لسه شايف حاجه جديده. يعني هات لي حتى اي حاجه حلوه اقفلك عليها. اعلان موبينيل مثلا بتاع عشان لازم نكون مع بعض، اكيد انت فاكره، كان في كوبليه بيقول صاحبي اللي كتف في كتفي بيخليني من
مطمن، عارفه هيفضل جنبي مهما لقاني بتألم، ومش من دمي ولا خير ما الى اخره بقى. فتلاقي الكوميك بقى معمول لك يقول لك ايه، صاحبي اللي باطف وشي بيخليني متبنج، ريحه فانيله امه بتخليني متشنج. يعني شوف هذا المصري الطعميه لسه مكتشف ان عنده سنس في هيومر وجاي يطلعه علينا، لا وبيبدع فيه كمان كل مره عن المره اللي قبلها عادي جدا. وكل البيتجات دي بقى تتخانق على مين يعمل كوميكس تضحك الناس اكتر. الفكره مش بس هنا، الفكره في ان اللي بيعمل الكوميكس ده هو واحد زيك، يعني واحد كان قاعد معاك في السايبر او واحد واخد معاك نفس وصله الانترنت اللي انت موصلها، بس هو يا دوب ربنا رزقه بشويه مهارات على برنامج الرسام مش اكتر مش عندك. يظهر في نفس الوقت ونفس الحين بيج اسمها ايجيبشن ساركازم سوسايتي، مجتمع مصر الساخر، وهي قايمه على فكره اننا نجمع شويه بانلز ونعملها بسكريبت مكتوب بشياكه شويه ونحطها في الموقع ده. وعلى فكره موقع ESS ده اصلا من 2009، بس كل دي حاجات مكتشفه من بعد الثوره. لا وغير كده كان موقع ESS ده كان فيه منافسه غير عاديه، يعني كان اسلام عبد العظيم وكذا حد تاني وعمرو سكر يدخلوا في منافسه متكلفه سكريبت وكتابه اذكياء لاقصى درجه. فلو انت كان الكوميك بتاعك عالي جدا وعجب الناس والناس كلها عملت لايك، فتنزل في حاجه اسمها الهول اوف فيم، يعني صاله المشاهير. ده معناه ان الكوميك بتاعك عجب ناس كتير جدا، وساعتها طاقه القدر بتتفتح لك. مما يعني ايه؟ مما يعني انك هتعلي على نفسك في كل مره انت بتعمل فيها كوميك. الكوميك اللي ما كانش بيعجب حد او كان بيبقى دمه تقيل كان بيبقى اسمه ليم، يعني كانت الناس دايما تدخل لك كده في الكومنتس تقول لك ليم، اللي هو انت ما ضحكتنيش، يعني كوميك تعبان في الاخر وبتلبس حاجه يعني اسمها، طب اقولها ازاي دي، يعني بتلبس حاجه كده يعني حاجه بتاعتها. ولا ما تفهمنيش غلط، يعني هو الكوميك بتاعك عباره عن كده بس يا معلم، انت مالكش اي علاقه. انت المفروض منك ايه؟ المفروض منك انك انت تشتغل على حسك الفكاهي اكتر واكتر، طور منه عشان تبقى في الهول اوف فيم زي المشاهير اللي عملوا كوميكس وبقوا في الهول اوف فيم في فتره معينه. انا عارف ان انت ممكن تكون مستدفئ الموضوع، بس الموضوع ده كان كبير جدا وقتها، وكان صور الناس دي بتنزل في الاخبار وقتها على فكره. لا وغير كده كان في رتب للرانك بتاعك، يعني لو انت لسه مبتدئ فانت اسمك نوب عادي، كانك بتلعب لعبه وانت اسمك نوب لسه بتبتدي. لكن لما الكوميكس بقى بتاعتك تضرب وتفايرل فانت هنا تاخد رتب، تبقى سيتيزن، يعني مواطن في مجتمع مصر الساخر، وغيرهم من الرتب. طب ما حلو ده، الناس عندها قدره غير طبيعيه في التنافس. لا وكمان بيتفرض عليك انك تحسن من مستواك الفكاهي في كل مره انت بتعمل فيها كوميك عن المره اللي قبلها. غير كده المواقع اللي كانت لسه ناشئه وقتها زي دوبيزل مثلا، اللي هو بيغير اسمه كل يوم اثنين وخميس ما تفهمش ليه، كانوا بيدخلوا للصفحات دي وقتها ويطلبوا منهم ان هم يعملوا اعلانات. يعني شوف، مع ان التلفزيون شغال والقنوات الله ينور، الا ان المصريين وقتها غيروا قواعد اللعب، يعني خلوا لاول مره الشركات تعرض اعلاناتها على مواقع الانترنت، ومش اي مواقع، لا ده على كوميكس يا معلم، يعني كوميك معمول وانت بس يا دوب بتقول ادخل اشتري عن طريق الموقع الفلاني. غير كده بقى اللي عاش الفتره دي كويس وكان كوميك ميكر زي حالاتي، فانت اصحاب الصفحات دي اصلا كمان كانوا بيغروك، بيقول لك لو الكوميك بتاعك مثلا جاب كام لايك او كام شير، وفي حد مثلا طلب يعمل لنا سبونسر او حاجه، فانت ليك مني كارت شحن قد كذا، ليك مني تحويل رصيد قد كذا. فده وقتها كان بيخلي الكوميك ميكر يعلي اكتر من حسه الفكاهي، عشان ما يحسش ان اللي عمله ده مجرد مجهود اتعمل والناس شافته وخلاص. وغير كده صفحات الكوميكس دي كانت بتطور من نفسها في اخر فتره ليها، يعني ESS مثلا كان بتعمل انيميشن كوميكس، يعني هو كوميك انت شايفه بس عباره عن فيديو انت بتعيش فيه، كوميك انت ممكن تكون عشت فيه في يوم من الايام. لا والاحلى بقى انه بيخاطبك بمشاكلك الاجتماعيه، يسفلك مثلا على اغنيه زي تذكرتي رايح جاي باغنيه التغريبه. سلام بقى يا خرمان، ملعون ابوك يا فتوح، خلصت فرش حشيش لكني مش قلقان، دي فضاعة ابو عتمان. بس اكيد لكل حاجه نهايه، زي ما النهايه دي بتكتب بدايه تانية لحاجه تانية. فيقفل مثلا موقع زي ESS وتفضل باقي صفحات الكوميكس شغاله برضو عادي جدا. انا حاسس اني خرجت بره موضوع الحلقه قوي، صح؟ يعني انت حسيت دلوقتي ان انا بحكي لك حاجات مالهاش اي علاقه باللي احنا بنتكلم فيه اساسا، يعني انت جاي تحكي لنا ذكرياتك ولا ايه؟ لا يا سيدي عيب عليك، هو انا اقدر اغشك؟ هو ده الموضوع ومضمون الموضوع كمان. خلي بالك احنا كده نطينا من 2011 ل 2014 ونص، يعني حاجه زي كده. وهنا بقى احنا بنوصل لمسرح مصر او تياترو مصر. يعني اول حاجه بتثبت قوه تاثير السوشيال ميديا. لما ابتدى ما كانش بادئ سكه المسرح نفسه، لا بدا سكه السكتشات، لان الناس دلوقتي بقت بتضحك على كوميكس وحاجات شورت وخفيفه كده، والمجتمع اصلا مش هيدي لك فرصه ان انت تقعده في مسرحيه 3 ساعات عشان في الاخر تديله مورال وتقول له فوق وفوق وفوق. لا يا باشا، انا دلوقتي بقيت اعرف اجيب النكته وهرشها. ويمكن اللي ما خلاش التجربه دي ان هي تكمل هو نفس السبب اللي خلاها تفايرل من البدايه اصلا، انها اعتمدت على السكتشات. ففي النص كده كانوا بياخدوا سكتشات مكونه بالمعنى الحرفي من بوستات الفيسبوك، اللي احنا اتفقنا ان هو بقى ايه بقى منبع الكوميديا. مش احنا قلنا المجتمع زمان كان فنانين وناس قاعده بتقيم افلامهم وعملهم على قهاوي وبس كده؟ اهو دلوقتي بقى المجتمع اتغير، بقى مش بس ذوقه متغير، لا ده بقى ذوقه عالي وعالي جدا كمان. فاكر لما كنت بقول لك ان في تحفيز للكوميك ميكرز؟ ما ده بينعكس عليك انت كمتلقي يا معلم، لان كل ما انت بتشوف كوميكس دمها خفيف وبتتطور مع الوقت كايديت وكشكل التوبيك مكتوب كويس ومحبوب كويس، كل ما انت بتعلي ليفلات الكوميديا اللي انت بتعيشها وبتشوفها. لانك زمان كان مفروض عليك نوعيه واحده من الكوميديا اللي بتشوفها من الافلام والمسلسلات، انما لما الدنيا اتعجنت على بعض انت بقيت
عارف الافيه والنكته بيجوا ازاي وتضحك على ايه وما تضحكش على ايه. فبالتالي التجربه دي مع اقتباس الافكار وسرقتها وتحللها كمان، زي اننا نتريق على الاجسام وعلى اسنان الممثلين والشغل ده، فخلانا احنا اصلا كناس متلقيين لا وبنعرف نضحك الناس كمان، ما بقيناش نضحك على النوعيه دي من الحاجات. مش هنقول التجربه ما عاشتش كتير، بس يعني اهو خدت وقتها. وفي الوقت ده السينما المصريه ما بتنتجش الافلام الكوميديه اللي احنا مستنيينها. يمكن مثلا فبراير الاسود كان اخر حاجه بتناقش الفتره اللي احنا سميناها اثر الفراشه دي، ووثق فيها حياه النفر مننا في التيه اللي احنا داخلين عليه، ورمز للشخصيات بشويه رموز. يمكن هتفهم اكتر كلامي لما تشوف حلقه محمد امين بتاعه المخرج عايز كده، كنا عملناها من فتره. ده محمد امين يا جماعه، محمد امين اللي عمل لك فيلم ثقافي وفبراير الاسود وليله سقوط بغداد، يعني كان من احسن الناس اللي بتدخل السياسه في الكوميديا السوداء، واللي برضه في الاخر كانت بتخليك مرضي. لا زعقت ولا عملت حوار ولا قلت يلا نعمل حكايه وننزل نعمل مظاهره خالص. وهي دي فكره البلاك كوميدي، انك بتتكلم على الواقع، بس دي تنفيسه يا معلم. انا كده كده هضحك لما اشوف الشباب دول بيلفوا طول حياتهم على فيلم واحد عشان يتفرجوا عليه، وهضحك برضه لما اعرف كم كفاح الاسره اللي كانت بتدور على وطنها جوه منها وجوه ظروفها، وكم الهزل اللي بيمروا بيه. وهنا فكره الافلام السياسيه بتموت وبيتقري عليها عديه ياسين. يعني زي ما احنا برضو بنقول على صناع الافلام ان افلامهم مش بتضحك، خلينا برضو نقف بحالهم ونقول ان ما بقاش عندهم الكم الكافي من الحريه في الابداع علشان يطلعوا لنا حاجه تضحك. يعني محمد امين ونزعته السياسيه اقفل واكس على كده خلاص. احمد عيد وهاني رمزي من بعد افلامهم اللي كانت برضو فيها نزعه سياسيه اقفل عليهم واكس خلاص لحد كده. المشكله ان احنا مش هنزعل الواقع بتاعنا في حاجه. يعني مثلا ايه رايك لو قلت لك فيلم زي وش جرام ياسين؟ هتعمل ايه يا برو لو قلت لك ان الفيلم ده مش هنعرف نعمل فيلم زيه تاني؟ ايه ده ازاي يعني؟ والله افتكر كده الاحداث بتاعه الفيلم وشوف وقارن بالاحداث اللي بتحصل دلوقتي. هل فيلم زي ده بنفس الافكار دي كان ممكن يتعمل النهارده؟ انسى. شوف مع انه بيتعرض اصلا لحد النهارده عادي، والناس مش بتتناول ان هو فيلم ثوري ولا حاجه، زي ما الناس برضه بتشوف فيلم الارهاب والكباب وقشطه بتعديها. ومحدش فينا مثلا فكر في مره يروح مجمع التحرير ويقول للناس الكباب لا نخلي عيشتكم كباب خالص. طب ما ده ليه؟ عشان التنفيس يا اخوان. الناس دي بتطلع غل جواك وكبت جواك يا دوب في ساعه ونص ساعتين، سريع خفيف كده يعلم معاك، او حتى مش مهم ان هو يعلم، بس اتكلم عن حاجه فيك، حاجه انت عايشها وتناولها بشكل كوميدي مش اكتر. طب هل ده مثلا يعني ياثر على الكوميديا في صناع الافلام؟ طبعا ياثر جدا. انت مثلا لو عندك طرف او عضو معين ما اتحركش بقاله فتره نتيجه اصابه او حاله ركود، ايه اللي بيحصل له بعد كده؟ تيبس. يعني العضو ده ما ينفعش يتحرك تاني، الا بقى لازم تعمل له علاج طبيعي وحاجات زي كده عشان يقدر يمارس مهام وظيفته من تاني. يعني المبدعين كلهم لو فضلوا حاسين ان هم مش قادرين ينتجوا الابداع بتاعهم من كوميديا بقى، من سخريه، من اي حاجه، وخايفين يكتبوا المشهد او الافيه ده، فطبيعي مستواهم في الكتابه وفي الاخراج هيقع جامد، لان ده طرف انت بقالك فتره مش بتحركه اصلا. وبعدين اصلا الكوميديا لو قلنا ايه اقصى حاجه هتضحكنا فهي السياسه. انا ما بقولكش اعمل لي افلام ثوريه ولا حتى بقول لك اعمل لي افلام مباشره، بس السياسه بشكل او باخر فينا كلنا. السياسه هي حاجه احنا بنستخدمها في يومنا الطبيعي. لو بتتخانق مع ابن اختك الصغير والدتك هتقول لك سايسو، طب ما دي سياسه، سياسه التعامل مع الطفل. حتى الفلوس، النقد، في حاجه اسمها السياسه النقديه، ازاي اصرف واقتصد واحوش فين واستثمر ازاي، ما دي سياسه برضه. وحكاوينا اللي بنتكلم فيها في التليفون او حتى على القهوه، ما دي برضه اسمها سياسه، اسمها سياسه الاجتماع. لو المجتمع ما فيهوش سياسه 24 ساعه في ال 24 ساعه ما كانش اتخلق اصلا علم بحاله اسمه علم سياسه الاجتماع. وحواديت افلامك كلها اصلا قايمه على فكره السياسه الاجتماعيه. يعني هنقول ايه؟ هنقول مثلا العتبه الخضراء او فيلم ابيض واسود اهو، بس في سياسه اجتماع. في شخص قبله بيضحك عليه وبيتباع له العتبه الخضراء وهو مستني ان الحكومه تورد له مصاريفها. طب هو احنا النهارده مثلا ما بنسمعش حكايه المستريحين اللي بينصبوا على الناس؟ طب ما دي برضه سياسه علم اجتماع يا جماعه. بلاش كده الحاسه السابعه، البطل اللي بياخد اول جمهوريه وبيكسب مبلغ وقدره 40 جنيه، هل دي مش حاجه حقيقيه؟ هل دي مش حاجه من ضمن سياسات الاجتماع اللي اتناقشت في الفيلم واللي خلتنا بعد كده مثلا نصدق مشهد زي هرب احمد فؤاد بغدوده من تونس على فرنسا لما حس ان هو مش متقدر وان هو فقير وان هو ما بياخدش فلوس تضاهي كم البطولات اللي هو بياخدها؟ طب دي برضه سياسه اجتماع يا جماعه. فيلم زي الناظر مثلا كان بيناقش نفس سياسه الاجتماع في ازمه التعليم وتدهوره. وبعيدا عن التعليم فاساسا رسمه الشخصيات نفسها هي سياسه في حد ذاتها. يعني عاطف وصلاح واللمبي الثلاثه درسوا في نفس المدرسه، بس كل واحد فيهم بقى ليه شخصيه وليه كارير وليه قصه في حدوته تانية لوحده. هو ده اصلا اللي قايم عليه فكره علم سياسه الاجتماع، اللي بيدرس الفرد والمجتمع وسياساتهم في حياتهم اليوميه. طب دي كوميديا السياسه اللي احنا خلاص عرفنا ان هي ماتت واتقرا عليها عديه ياسين. ايه بقى اللي حصل لباقي انواع الكوميديا؟ مع العلم ان زي ما قلنا مفيش سياسه من غير كوميديا، لان زي ما قلنا برضو السياسه في كل حرف احنا بنقوله في كل يوم احنا بنعيشه. طيب اللي حصل يا سيدي وبكل بساطه عشان ما اطولش عليك، عشان عارف ان انا طولت عليك اساسا، ان الكيرف بتاع الكوميديا بتاع الشعب المصري المواطن الاسمر اللي وصل النت من يومين ده، الكوميديا بتاعته عليت على الفنانين وعلى صناع الاعمال اللي هم اصلا المفروض ان هم كانوا الواجهه اللي بتورينا الافلام والمسلسلات والحاجات اللي بتضحك. بكل بساطه احنا دمنا بقى اخف منكم. يعني
في نص 2014 كده، ومعلش يا جماعه انا اسف، انا عارف ان انا قلتها قبل كده بس لازم اقولها تاني، تظهر بيج اسمها ايجيبشن ايج، ومش عشان انا صاحبها والله ولا حاجه، لا بالعكس، بس خلينا متفقين ان البيج دي وقتها غيرت معنى الكوميديا وخدته في قالب تاني خالص ما كانش موجود فيها اصلا. يعني كانت الناس قبل البيج دي بتضحك على تمبلتس وافلام قديمه احنا عشناها وتمام، احنا كده كده عارفين الافلام دي وعارفين احنا الكوميك ده بيقول ايه في المشهد السياسي او الاجتماعي اللي احنا عايشينه دلوقتي. جيت انا بقى قلت لك ايه اللي يعلم كل الكلام ده؟ هو تمبلت واحد احنا هنعيش عليه، وهو بتاع بيس يا مان بيس محمد سعد في فيلم بوشك. يعني انا افتكر وانا قاعد في الجامعه كده في امان الله الاقي الناس مشغله جنبي كوميكس بتقول بيس يا مان بيس وبتضحك، وكنا بنحط وقتها كوميكس غريبه من غياب الانترنت، وقتها ضحكت هك 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 وسيد زيان وحاجات غريبه. وغير كده بيظهر وقتها بيجات زي ايجيبشن ميمز مثلا، دي كانت قايمه على فكره ان هي تجيب افلام او مسلسلات قديمه جدا جدا محدش كان بيشوفها اصلا، وكانت انتاج التلفزيون المصري، وكانوا بيعملوا منها فيوجن بافلام اجنبيه زي مثلا جاد فاذر، يقول لك عباس الضو بيقول لا، ويجيب لك هنا مايكل كورليوني وهو بيقول له مش عارف ايه، فاهم انت؟ فيوجن وميكس ما لهمش اي علاقه ببعض، بس الناس كانت بتضحك، الناس كانت بتبتكر كل يوم افكار وحاجات غريبه جدا احنا ما كناش ممكن نتفرج عليها قبل كده. وغير كده مثلا شركات الانتاج زي روتانا لما شافت ان الكوميك بتاع بيس يا مان بيس ده ابتدى يظهر تاني للناس، رجعوا فيلم بوشكاش يتعرض كل شويه، وبقى كمان في التريلر بتاعه جايب لك بيس يا مان بيس، اللي هو اتفرج على الحاجه اللي انت بتشوفها في الكوميك هتشوفها معانا في الفيلم الساعه كذا النهارده في قناه روتانا سينما. ولا نروح بعيد ليه؟ سمير سبوت يا نور، افيه عبيط وفيلم واقع اساسا ومحدش فاكره، بس في نفس البيج دي حطينا مصطفى قمر في فيلم بحبك وانا كمان، وهو رايح المركب عشان ينقذ حبيبته وهو لابس نضاره شمس اساسا، يعني مشهد عبثي بالمره، وكتبنا عليها يا دوب جاي لكم يا شويه مش عارف ايه. فالناس ساعتها وقتها ضحكت جدا على المشهد ده، ورجع تاني للقنوات يتعرض اكتر من الاول. الناس كلها العوام اصلا بقوا بيعملوا كوميكس من المشهد ده من غير ما يكونوا اصلا عارفين يعني ايه كوميك. انت مثلا واختك رحت عملت شوبينج، فهتنزل الفريم ده وتكتب جايين لكم يا شويه اغنياء، بس كده انت خلاص، انت كده بقيت كوميك ميكر، وبقيت كمان بتكريت كوميكس وافكار من عندك عادي. افتكر مره كنت قابلت فيها استاذ فتحي عبد الوهاب يعني في لوكيشن كده، قلت له ايه رايك ان انا اللي تسببت في هذه الموجه اللي حصلت على المشهد بتاع سمير سبوت يا نور؟ ساعتها بقى ضحك لي ضحكه الشخصيات الشريره اللي هو بيلعبها دي، وقال لي حبيبي حبيبي حبيبي، واللي هو اصلا ساعتها شكله كده ما كانش يعرف اي حاجه عن البيج، ولا اصلا ساعتها كان عنده فيسبوك. بس هي دي القصه يا اخوانا، يعني هي دي القصه. الناس بقت دمها اخف بكتير من الفنانين، عملوا رحله من الكتابه والافكار والكوميكس. عمرو سكر اللي كان يا دوب بيعمل كوميكس اتطور على مستوى الكتابه والسكريبت، ودي اهو اشترك في كتابه حلقات في SNL بالعربي، لا وكمان كتب اطول فيلم في تاريخ السينما المصريه، اللي هو عندما يقع الانسان في مستنقع افكاره فينتهي به الامر للمعزله. ده كان كتابه واحد كان بيعمل كوميكس. انا نفسي لو ما كنتش انخرطت في كوميونتي الكوميكس وكده ما اظنش اني كنت هبقى معاك النهارده، ولا كنت هتكلم معاك في حاجات كده زي دي. طب الشاهد من ده ايه؟ الشاهد من ده ان شويه المواطنين السمر دول تحكموا في سوق الكوميديا، لا والادهى ان هم اجبروا صناع السينما والدراما والانتاج والاعلانات وكل الميديا من اول عامل البوفيه لحد المخرج والمنتج ان هم يشركوهم في اعمالهم. يعني افتكر زمان مثلا الايجنسيز كانت قايمه على فكره ابناء العاملين ووسايط، يعني لو انت عايز تشتغل في ايجنسي للاعلانات او حتى افلام او مسلسلات كان يا اما معارف وسايط ابناء عاملين حاجات من دي، لا انت دلوقتي اصلا بتجيب الناس اللي بتعمل كوميكس واللي بتعمل محتوى على الانترنت وبتقول لهم تعالوا لي انتوا اشتغلوا شغلانتي عشان انتوا بتفهموا. وهي دي الفكره، ان زمان المجتمع كان عباره عن قهوه احنا قاعدين وبنتناقش فيها، دلوقتي بقى بعد ثوره يناير المجتمع بقى قهوه كبيره وكل الطبقات فيها سايحه على بعض، والقهوه دي كل يوم بتاخد سكيل اكبر من زمان. زمان انت نفسك كنت متلقي عادي، دلوقتي انت بقيت صانع للكوميديا وبتشارك فيها كمان، وبقى في كوميك ميكرز بيصنعوا البهجه على وشوش الناس مش زي زمان. ان زمان البهجه دي عباره عن شويه افلام احنا بنتفرج عليها، ونفس المواطنين السمر دول بيطلعوا من قلبهم ستاند اب كوميديا، ودلوقتي بيمثلوا عادي جدا. والكوميكس والسكتشات والمجتمع الجديد ده خلق عند كل المواطنين السمر متلقيين الطبيعيين اثر، وخلتهم يفجولوا حياتهم على النت، زي علاء الشيخ مثلا المواطن المصري اللي كسر الدنيا بشخصيه المواطن المصري، حكايه صايعه بسكريبت شيك وقدر يضحك كل الناس. وزي برضه شادي سرور، الا انه وقع بالضروره، لانه بكل بساطه بقى في ناس تانية ممكن تعبر عن المجتمع وعن الناس وعن البيت اللي هو كان عايش فيه مثلا شادي، بس بشكل احسن. الناس لحد النهارده مثلا فاكره مشهد انا جايلك من طرف ابو اصاله، سكريبت خفيف بس حقيقي، ما فيهوش بقى الديلر المترمل اللي قاعد في غياهب مدينه الانتاج الاعلاني بشكل فيك وبشكل مش طبيعي وبيعمل لك مشهد كده وهو اصلا ما شافش ديلر في حياته. لا هو صباح الفل، اتنين ما لهمش تالت كتبوا سكتش وعاش مع الناس بالجو بتاع الشارع اللي هم فيه بكتابه صايعه، فخلى المشهد ده لحد النهارده عايش معاك. يمكن انت مثلا لو قلت في قاعده كده كلمه ابو اصاله فالناس هتفتكر حاجتين، اغنيه ابو اصاله على الدش اللي كانت في تليفون الدمعه زمان، والمشهد ده عشان هو عاش مع الناس لان هو حقيقي. غير كده بيظهر ناس تانية بتفرض نفسها في ساحه الكوميديا زي رمزي مثلا، الراجل بيلعبها سهل ممتنع، مشهد انت عايشه او عشته قبل كده او هتعيشه
ويلا بينا نلعب، تعالى يلا نشتغل. ممكن كمان نقيس وقوع نجوم السوشيال ميديا بنفس الطريقه اللي احنا هنقيس بيها ازاي نجوم الكوميديانات بتوعنا وقعوا. ازاي مثلا شادي المتفرج بتاعه كان طفل او حد كبير مثلا يا سيدي، بس الناس دي او المتلقيين بتوعه كانوا مع السن بيكبروا. وتيره الكوميديا زي ما قلنا كل يوم بتاخد سكيل اسرع واكبر بكتير من اللي قبل كده. فانا مش لسه هضحك عليك وانت لسه بتقول لي انت ازاي ما تشيلش الطبق من هنا. الحركات دي يعني مش هتضحك الناس اللي كانت بتشوفها قبل كده اول مره هم بيشوفوا فيها حد جديد بيناقش فيها فكره جديده كده في المجتمع. فانت لو ما تاقلمتش مع تغيرات المجتمع دي فانت هتتنسي. نفس اللي عمله مين؟ نفس اللي عمله محمد هنيدي واحمد حلمي ومحمد سعد. انا مش هجادلك في الكوميديا اللي هم بيقدموها لان زي ما قلت لك الكوميديا اذواق، بس اللي انا عارفه جواك انك انت بتقول ان حتى لو افلامهم الكوميديه اخر 10 سنين كانت حلوه بس يعني عامله زي مسج الواتساب بتبقى فيو وانس، اللي هو مشاهده مره واحده، اللي هو كانك مثلا رايح في رحله للساحل او دهب على حسب البادجت بتاعتك وعلى حسب صحابك فاقدين قد ايه، وهتتفرج على الفيلم ده في التربايه وهتنساه بعد كده. ده غير بقى استجداء الكوميديا اللي هو هضحكك يعني هضحكك. اوريك مثلا مشهد صغير كده من فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل. احنا بنحب لبنان ولازم ندلع شعب لبنان فوق غصنك يا ليمونه هوبا لا اكتب بدم I love you. هنا هو بيحاول ان هو يستجد ضحكك عن طريق ان هو يفكرك ان هو نفس الشخص اللي غنى لك قبل كده فوق غصنك يا ليمون في فيلم فول الصين العظيم اللي انت بتشوفه وتضحك عادي. لا طب ما انا عارف ان انت نفس الشخص ده، طب انت ليه بتعد نفس الكاركتر تاني؟ طب ما انا فاكر ان انت عملت وضحكت عليها وصباح الفل خلاص بقى. انا مستني هنيدي ان انا دافع له تيكت ورايح له عشان يضحكني انه يضحكني وبطريقه اليومين دول، غير بقى دايما اكترار نجاح الماضي. يعني حلمي فيه اخبار ان هو يعمل كده رضا الجزء الثاني، محمد سعد من ساعه ما عرف شخصيه الليمبي اصلا وهو مش عايز يخرج براها هو والكاركترات الثانيه اللي بيعملها. محمد هنيدي خلاص هيعمل صعيدي في الجامعه الامريكيه الجزء الثاني. وهنا بقى انا مش هكلمك ان الكوميديانات ما غيروش جلدهم او حتى شافوا سنهم يناسبهم انهي نوع من انواع الكوميديا عشان يقدموه للناس. يا باشا لا براحتك العب عشرينات عادي جدا، حتى لو انت عايز تبقى انت طالب بيحاول يوقع واحده من واحد فعايز يعمل ايه فهنضحك وكده ماشي ما عنديش اي مشكله، بس لاعبني بالكوميديا اللي تناسبني انا اليومين دول، لان انا كبرت وعدت عليا حاجات كتير جدا خلتني اشوف نوعيات كوميديا اجدد ولسه صناعي بيستجدوا ضحكي عن طريق ان هم يفكروني باعمالهم القديم. الله طب ما انا اصلا عارفها وانا كده مثلا هرجع اشوف الفيلم تاني؟ طب ما انا حافظه صم. اخر فيلم مثلا لحلمي انا عارف حلمي وبحبه وهستناه وهتفرج على اول فيلم ليه ينزله اول ما ينزل، بس بالله فيلم واحد تاني قايم على فكرتين ما لهمش تالت. الاعلانات ودي متروسه في كل فريم في الفيلم، وكوميديا ايحاءات واحنا كده شفنا كوميديا ايحاءات كتيره وضحكنا عليها قبل كده فما عندناش معاها مشكله، بس لما تعرضها لي في ساحه اعلانيه طول الفيلم بسيناريو ومحتوى فاضي فده ان دل فيدل ان مفيش جديد. انت بتقول لي اضحك عشان انت حياتك فيها ايحاءات فانا بعرضها لك مش اكتر. طب ما الايحاءات دي احنا بنستخدمها مع صحابنا وحبايبنا، انت كده ضفت لي ايه؟ فتقريبا الفيلم معمول عشان السبونسرز اللي فيه ليس الا زي برضه كوميديا تامر حسني اللي قايمه اخر كام سنه من بوستات فيسبوك، وانت لازم تضحك عشان انت اكيد شيرت البوست ده قبل كده فانا بريليت البوست ده ليك في عمل فني. الله طب ما ده بوست وضحكنا وعملنا منشن لاصحابنا فيه عادي يعني، وبعدين ده ليه كريدت وواحد كتبه وفكر فيه وتعب فيه عشان يضحك الناس عليه. اذا فبوستات الفيسبوك هي اخرها تتحط في فيسبوك، وانت اللي عليك كصانع بهجه تفهم ان انا مستواي من الكوميديا اتطور، فانت اللي عليك انك تعرف ازاي تواجبه لا وتعلي عليه كمان، مش تكابير حاجه احنا بالفعل ضحكنا عليها وتفاجولها لي. فين كتابتك؟ فين قصتك؟ فين حدوتك اللي بتقولها لي؟ انا بس حبيت اقول لك ازاي سوق السينما خد الموضوع ازاي. انت دلوقتي عرفت ان دمنا بقى خفيف، طب مش تكتب لنا مواضيع دمها خفيف تضاهي دمنا الخفيف بتاع دلوقتي؟ لا انا هجيب لك نفس اللي انت ضحكت عليه قبل كده زمان، وده يوضح لك ان حتى كتاب السيناريو بنسبه كبيره صناعها ما بقوش عايشين معانا، وانا مش بلوم عليهم اللوم الكامل. ما انا عملت حلقات كتيره عن سعد وحلمي وهنيدي بس تقريبا ما لومناش على الاخراج والكتابه. تعرف ليه؟ عشان بكل بساطه الفيلم اللي معمول لك باسم الكوميديان المعين ده، فلازم الكوميديان ده يكون مواكب لمستوى الحس الفكاهي اللي اتطور مع الناس مع الوقت، وهو نفسه اللي يختار المواضيع اللي تناسب ذوقهم في الوقت الحالي، مش يرجعني للزمن اللي بين قوسين جميل ويقول لي انا بضحكك على الكاركتر اللي انت ضحكت لي عليها قبل كده ويقول لي اضحك لك افيه من فيلم انت بتحبه. الله طب ما انا بحبك انت ودمي بقى اخف منك انت، طب ما ايه بقى هتفهم المستوى اللي انا مستنيه منك ولا هنفضل دايما نرجع للاطلال القديمه؟ وهو ده اللي قاله صلاح جاهين وقلنا هنرجع له في نهايه الحلقه. ايه فايده فنونك وانا زبونك اللي جنوني فاق وعدى جنونك وبقيت بفهم في الكوميديا وعارف هي بتتعمل ازاي ومن اين تؤكل الكتف؟ ايه اللي هيفيد تلوينك واخراجك لمشهدك وطبلك وزمرك وجعيرك؟ خلاص بقيت ان في الشغلانه وعارف مش بس هضحك امتى، لا انا عارف ازاي هضحك اللي حواليا اصلا ومن غير ما ارجع لكوميديتك اللي ما بقتش تضيف لي جديد. زي ما قال عمنا صلاح جاهين بالظبط، بليات سؤال ايه بس فايده فنوني وثلاث وقع مساحيق بيلونوني، الطبل والزمر وكتر الجعير اذا كان جنون زبوني زاد عن جنوني عجبي.
الموضوع سهل وممتنع يا جماعه، انزلوا الشارع وشوفوا الناس بقت بتتكلم ازاي وبقت بتضحك على ايه. انزل شوارعنا واحكي حدوتتنا عادي، انت مش هتخترع العجله يعني يا معلم. الناس مستنيه اي حاجه تضحكها على فكره. يعني الناس من كتر ما ضحكت على الحريفه اللي هو كان كوميدي وكوميدي جدا كمان، بس من كتر ما هم شرقانين على اي حاجه تضحكهم بقوا بيكتبوا اعظم حاجه شفتها اخر 10 سنين، اعظم ما انجبته السينما المصريه، ده اقوى حاجه في مش عارف ايه. وتمام الاعمال زي الحريفه وبالطو واللي كان فيه سياسه برضه بالمناسبه اهو، بس الناس حتى بقت بتبالغ في رد فعلها عشان وحشتها الابتسامه، وحشتنا الفرحه على راي طلعت زكريا. اللعبه سهله على فكره، وسهل جدا تخش في ال 18 وتجيب جول عادي. احنا بنفهم على فكره، يعني لو شفناك بتجتهد وعامل فيلم فيه فكره جديده ومطرقعه هنضحك على فكره، ما عندناش اي مشكله وهنسقف لك وندي لك الشابوه. بس انت محتاج تعرف احنا وصلنا لفين، تدركه من جواك عشان انت عايش معانا، احنا مش عايشين لوحدنا على فكره. تعيد الجمله والحوار والافيه على نفسك، ولو شفت نفسك بتضحك او اللي جنبك او اللي حواليك بيضحكوا تمام وريهم لي، مش تديني اي حاجه كده والسلام والاسم عمل كوميدي كده. احنا نكون حطينا ايدينا على البلش واكون نقلت لكم تقريبا واقع انا عشته بنفسي. ولو عندك راي تاني غير اللي انا قلته فاحب جدا ان انا اسمع رايك في الكومنتات، وان شاء الله في حلقه تانية عن ايه اللي حصل في السينما المصريه بنفس الطريقه وبنفس كمان اقتباس مقوله صلاح جاهين، بس طبعا هيكون الموضوع مختلف جدا عن اللي احنا كنا بنتكلم فيه اكيد. يعني انا مش هغشك، اشكرك بشده حتى استغيث. استناني بقى في الجديد بعد ما تشوفي القديم، ويلا سلام عليكم.